صلى على النبي وتعالى اقول لك على السريع الاحداث ان شاء الله اللي نازله معانا بكره في تحديث كاس العالم. اول حاجه حزمتين يا باشا، هما الحزمتين الوحيدين اللي نازلين بكره ان شاء الله. حزمتين برتغال وحزمه انجلترا، ودول الحزمتين اللي نازل فيهم مدربين باسلوب لعب 90، وكمان اتنين لعيبه دبل بوستر ومهارات خاصه زي كريستيانو والباور وهاري كين لوس كريمر. بعد كده باقي الحزمه تنزل من الخميس الجاي ان شاء الله مع ابتداء كاس العالم، زي عندك فرنسا والمانيا وبرازيل ويابان، وعندك كمان هولندا. وباقي الحزمه هتنزل معانا ان شاء الله من الخميس الجاي. وعندك كمان اضافه جديده وباكج بكره بمهاره جديده مع اللعيبه، وكمان اضافه جديده زي اللعيبه اللي هتنزل يوميا مش كل اسبوع، يعني كل يوم ما هيتقال لك لاعب هتلاقي لاعب جديد نازل مع دول، يبقى بلاير اوف ذا داي. وعندك كمان عشان تاخد فتحه مجانيه على الباكج اللي لسه ظاهر لك ده بكره، هتخش على القائمه الجديده دي وهتكتب في الاي اف كونكت عشان تاخد فتحه مجانيه على الباكج بتاع اللعيبه ده. وكمان اضافه مهاره، اضافه جديده وهي معانا انك تقدر تبعت لاصحابك انه ينزلوا اللعبه وهتاخد 200 كوين كل ما تبعت لواحد من صحابك انه ينزل اللعبه، واقصى حاجه 5 اشخاص هتاخد 1000 كوين. وعندك كمان لما تلعب صحابك ماتشات اوف لاين، يعني اللي هي ماتشات فريند ماتش، هتاخد ستيفن جيرارد مجانا. طبعا ده اخر حاجه معانا هو روبرتو كارلوس واللعبه الجديده دي. لو انت قصدي معاك نينتندو سويتش نزلتها وربطتها باللعبة دي على طول هتاخد روبرتو كارلوس لما تربط اللعبتين ببعض. بس طبعا دي للناس اللي معاهم نينتندو سويتش بس، مش اي حد يقدر ينزل اللعبة غير اللي معاه نينتندو سويتش. يعني للاسف روبرتو كارلوس مش لكل الناس، للناس اللي معاهم نينتندو سويتش فقط. وبس كده تكون عرفت احداث بكرة ان شاء الله. لو عجبك الفيديو تسجل دعمنا بلايك واشتراك وكومنت حلو تصلي فيه على النبي. وكان معاكم احمد وسلام.